طبعا خليت الفقرة دي تبقى في النصيحة اللي قبل الأخيرة. ليه؟ لأن النقطة دي مهمة وكبيرة، والكلام فيها يعني لازم يبقى بحرص وحدود طالما ان انا في فيديو. اما لو في كورساتي او يعني في السيشنات بتاعتي بنطلق فيها بمنتهى الاريحيه، فانا حبيت اخليها اخر نقطه عشان خاطر اتكلم فيها باستفاضه وفي نفس الوقت في حدود. بص يا ست الكل، زوجك لما بيبص لست تانية ما بيبص مش بيبص للشكل بس، لا، هو الشكل ده عامل مساعد خلاه او الست التانية استغلته او استخدمته في ان الراجل يبدأ يقول ما وراء الشكل ده كمان ايه. استخدمت صوتها الانثوي والنعومة والمياصة والدلال والدلع عشان خاطر الراجل يبدأ يتخيل ان الست اللي شكلها وريحتها بالطريقه دي وبتتكلم بالطريقه دي وبالمياعه دي والمياصه دي قصادي من غير ما انا اكون حلالها او جيت ناحيتها. طيب ما بالك بقى لما تكون حلالي وجوه وعلى سريري وعلى فراشي وبيننا وبين بعض علاقه حميمه؟ يا ترى هتعمل ايه؟ يا ترى هتمتعني وتقول ايه ولا اشوف منها ايه؟ فالحاجات دي كلها خلي بالك منها. زوجك تاني وانتي معاه على الفراش في اللقاء الحميمي، هعيد تاني وتالت ورابع ومليون، ما بكلش ولا بمل لا في كورساتي ولا في سيشناتي، يا جماعة كوني عاهرة. يعني مش عايزة اقولك بالكلمة يعني البلدي خليكي سافلة مع جوزك، خليكي سافلة مع جوزك. الكلمة يعني اللي مش هقول مش هلاقي بقى كلمة اكتر من كده يعني اوضح لكم. يعني اي حاجة اسأليه عن احتياجاتك، انت بتحب ايه؟ ايه اللي بيسعدك؟ انت ايه المكان اللي انت بتحبه؟ اعمل لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ادعبك فين؟ قولي، ما تتحرجيش، ده جوزك. وابدأي اسأليه عن ادق 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 التفاصيل. واوعى حد يقول لي اصل انا لما هقول كده لزوجي هيفتكر ان انا ست متسيبه، وان ازاي بفكر في حاجه زي كده، وان ازاي وقلت. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. انت لما بتخشي مع زوجك لكي كامل الحق انك تبدأي تشوفي ايه الحاجات اللي تستعيني بيها، وتبدأي تشوفي بقى انا بحثت في مكان فلاني، انا سألت متخصص، انا استعنت بوالدتي، انا وعرفت ان احنا لازم نقعد مع بعض ونبدأ نتكلم. النقطة دي هتقربنا من بعض قوي يا حبيبي. النقطة دي هتخلق ما بيننا مساحة جميلة في ان انا اعرفك واتعرف عليك وعلى احتياجاتك، عشان انت لما تكون مبسوط انا كمان هبقى مبسوطة. وانت لما تعرف احتياجاتي ومواطن جسدي اللي تبدأ انت تستغلها استغلال صح تبع الشريعة وحدود الله سبحانه وتعالى في ان انا اكون سعيدة ومبسوطة، ما هي هترد عليك كمان بالسعادة والانبساط والبهجة وكل حاجة حلوة. فانت لما تديني ايراد انا هرده عليك 24 ايراد. وكمان نفس الوضع في الاحتياجات الجسدية دي، احنا بنقول للاتنين المجهود اللي هتبذله مع الطرف الاخر تأكد انه هيعود عليك. فما تتحرجيش وما تتكسفيش خالص من طريقة الكلام، وابتكري بقى. يعني طبعا مش هقدر اصرح تصريح كامل وكلي هنا. ابتكري على قد ما تقدري، ابتكري في طريقة صوتك وهو طالع، ابتكري في طريقة اداء جسمك، ابتكري في الطريقة اللي توصلي له بيها قد ايه انت يعني مستمتعة ومبسوطة الحاجات دي ليها ناس تاخد فيها. يعني مش عايزه اقول لك كل واحدة من اللي انا بقولها دي كورس كامل لوحده. فانت تفنني بقى، خشي على مواقع ويب سايت تكون امنه، ابدأي دوري على طرق، ابدأي دوري واقعدي مرني نفسك. اللي عندها نوع من الحياء او الخجل او مكسوفه او خايفه من رد فعل جوزها، ما تحاولش تركز خالص خالص، ولا حاول تجيب قصاد عينيها الافكار اللي ممكن تاخد من طاقتها وتاخد من اقبالها وتاخد من جرأتها مع جوزها. احنا اتفقنا في الاول ان الست هتكون جريئه وهتكون عاهره في فراش جوزها، يعني مش هتخلي للخجل ده له طريقه. ليه؟ عشان الهدف سعادة جوزها، وان انا املى عينه واملى ودانه واملى حواسه كلها، ما تقدرش واحدة عليا. ما هو انت لو عملتي ده كله مين اللي هتقدر عليكي بره البيت؟ مستحيل. الا لو الزوج اصلا في طبعه الخيانة، الا لو هو وضع بقى شاذ. وطبعا هو اصلا لو وضع شاذ انا قلت لك من الثلاث اسئله اللي فاتوا او الاربع اسئله قلت لك في الاول في البدايه خالص، انت هتعرفي من البدايه اذا كنت تتبعي الخطوات اللي قلت لك عليها دي ولا لا. اخر حاجه بقى، واتمنى الله سبحانه وتعالى ان يكون الكلام ده يعني ينقذ بيوت كتير 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 على حس السؤال الجميل اللي جالي. بعد اذنك لو سمحتي خلي بالك من النقطه اللي جايه. النقطه دي مهمه قوي وهتقدر تشكل لك كل اللي انا قلته ده كله بصوره جميله ومهذبه وراقيه، ومش هتفقدي ابدا لا حدودك ولا كرامتك في التعامل مع زوجك.
اعملي لنفسك حدود. يعني ايه تعملي لنفسك حدود؟ يعني اي حاجة تقلل منك وتقلل من شعور ثقتك في نفسك، وتحسي ان انت لما هتعمليها او هو هيعملها هيبقى ده نوع من التنازل، مش محافظة على كرامتك وذاتك واللي انت فعلا تستاهليه. مفيش حاجة اسمها انا اتحمل، مفيش حاجة اسمها اصل انا خايفة من كلام الناس او خايفة من نقد الناس او خايفة ان انا افقده. مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها ان انا اقف بكل هدوء وبكل لباقة وبكل لياقة وبكل رقي وبكل أنوثة ونعومة. أنا أسفة حبيبي، الحاجة اللي أنت عملتها دي ما تناسبنيش خالص، ومش هقدر أتعايش معاها ولا هقدر أتكيف بيها ولا هقدر أغفر أي طريق ممكن يؤدي بيك بعد كده لأي حاجة هفسرها إن هي خيانة. أنا أسفة، أنا ما أقبلش كده. حاول إنه ما يستجبش أو ما استجابش لكلامك ده، أبدأ على طول فورا أدخل حد. ما استناش لحد ما البيت يقع مرة تانية ويتهز مرة تانية وارجع اعيد الكرة مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة. دي مش حياة، ده كده استنزاف. ده كده انت بتصلحي في بيت خربان، بتصلحي في باب مش ناوي يتصلح خالص. فانت اعرفي حدودك كويس جدا جدا جدا، والزميه بحدوده اللي استحالة مهما حصل بطريقة كلامك يعني بان انت تحطيه في الزاوية دي، ان انا مش هقبل ابدا ابدا بحاجة تقلل من الحدود اللي رسمتها لحياتي ولشكل حياتي الجميل اللي برغبه انا وانت. ومن فضلك لو سمحت انا مش هقبل 1 2 3 4 5 6 ومش هقدر اتكيف عليهم. وفي نفس الوقت اذا حصل او صدر منك شيء هيهدد الحدود دي او هيقل منها، انا اسفة، انا مش هكمل. اظن الحق والصح ما يزعلش، مش كده ولا ايه؟ باي باي.